السلام عليكم مشاهدينا الكرام. وزارة التعليم تتلقى طلب عاجل من الأساتذة. قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر، لا تنسى وضع زر لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أخبار المغرب. أفاد المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة أنه يتابع باهتمام وقلق بالغ تطورات ملف النظام الأساسي والحراك التعليمي، وما صاحبه من إجراءات تأسيفية للوزارة شملت توقيف مئات المدرسات والمدرسين عن العمل وحرمانهم من الأجر والاقتطاع الغير الدستوري من أجور المضربات والمضربين. وفي هذا الصدد أعلنت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تضامنا مبدئي مع النضالات الأطر التعليمية ومطالبها العادلة والمشروعة في تحسين أوضاعها المادية والمعنوية، مستنكرة التوقيفات التأسيفية التي لحقت المدرسات والمدرسين. ودعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التعامل الإيجابي مع تعليق التنسيقيات للأشكال الاحتجاجية ومع كل المساعي الحميدة التي بذلتها العديد من الجهات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية. وطلبت الوزارة الوصية بالسحب الفوري لكل التوقيفات وإرجاع جميع المدرسات والمدرسين إلى عملهم وتسوية وضعيتهم المالية عاجلا، مشددة على ضرورة إرجاع جميع الاقتطاعات الدستورية التي طالت أجور المضربات والمضربين.